ازيكم يا احلى جمهور في الدنيا، جمهور النادي الاهلي، الجمهور الكبير، الجمهور العظيم. انا النهارده معايا بعض اخبار عن النادي الاهلي، اخبار مهمه. الاهلي هنتكلم عن حاجه حاجه. بس الاول بقى نشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله. اول حاجه اعرفك بس ان محمد عبد المنعم مش موجود يعني مع النادي الاهلي حتى، ولا يعني في الموسم اللي جاي او حتى 6 شهور، ولا هيلعب في كاس العالم للانديه ولا اي حاجه. لان هو عايز يكمل مع فريقه الفرنسي، نيس الفرنسي، او عايز يعني بشكل كبير شكله عايز العرض السعودي اللي هو ب3 مليون يورو. لسه هنشوف يعني الايام اللي جايه محمد عبد المنعم يعمل ايه. لكن عبد المنعم مش موجود مع النادي الاهلي بنسبه كبيره جدا جدا جدا. تاني حاجه اكلمك ان النادي الاهلي عايز يعني بيتكلم او يعني بيسعى في ضم مهاجم برازيلي. هو بيلعب مهاجم وبيلعب جناح يعني شمال. المهاجم البرازيلي ايفرتون دا سيلفا، عنده 27 سنة وبيلعب يعني في كل مناطق الهجوم، يعني فاهم انت. بس هو يعني هو بيمتاز بالناحية الشمال. بيقول لك بيلعب ركلات جزاء حلو قوي بشكل جيد. وبعدين كمان انا دخلت بحثت على اليوتيوب وكتبت يعني مهارات اللاعب البرازيلي ايفرتو دا سيلفا. بسم الله ما شاء الله، يعني يا جماعه بيعدي من اتنين تلاته عارف انت، لعيب حلو قوي. بيرقص، بيعدي، بيشوط شوط حلو قوي. انا اقول لك على بعض المعلومات اللي عنده بعد ما جمعته، يعني بعد ما جمعت عنده بعض المعلومات. من مواليد 28 12 1996. لعب في 5 أندية في التشيك، ماشي. آه، بيعتبر ثاني هداف الدوري التشيكي ب9 أهداف. لعب مع فريقه في جميع البطولات 20 مباراة، أحرز 12 هدف وصنع 6 أهداف. لعب 240 مباراة خلال مسيرته الكروية طبعا، أحرز 67 هدف وصنع 32 هدف. يعني ساهم في 99 هدف. فشكله لاعب كويس، ويبقى يعني يبقى برضه مع وسام ابو علي. وفي كلام الاهلي برضه بيسعى، اللي هو عايز بيتكلم مع اللاعب الزملكاوي اللي هو مصطفى محمد. لسه النادي الاهلي بيتكلم يعني معاه، هل يضمه ولا ما يضموش. بس انا شايف يعني ان النادي الاهلي يعني البرازيلي ده لو جه يعني بصراحه يعني مع وسام ابو علي هيبقى شغل حلو قوي 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 يعني. عايز اقول لك برضو بغداد بنجاح الاهلي ما بيتفاوضش معاه، يعني ما بيتكلمش معاه خلاص. لان يعني ما فيش يعني كانت طلباته كتير، وبعدين سنه كبير اساسا. وكاننا بنعمل زي ما عم جبنا صفقه موديست، يعني ده في نظري يعني. برضو عايز اقول لك اللي وسام ابو علي اتصاب، يعني حس بألم في كتفه. فلسه يعملوا اشاعات النتيجه هتظهر يوم الاحد. فبرضه ده حاجه تزعل لوسام ابو علي. اتصاب، وعوده طبعا حاجه دي مزعلاني، عوده محمود عبد المنعم كهربا لقائمه تشكيله النادي الاهلي. يعني ممكن تلاقي محمود عبد المنعم كهربا بيلعب في مباراه انبي اللي هي هتتلعب يوم 30 12 2024، 30 ديسمبر 2024، الساعة 5 بتوقيت مصر، 6 بتوقيت السعودية. عايز برضه أقول لك اللي عمر كمال عبد الواحد عمل حادثة بالعربية. بس حادثة بسيطة، الجنب العربية اتخبط، هو اتطبق شوية يعني. بس اللعيب كويس جدا جدا جدا. وانا عايز اقول يعني لعمر كمال عبد الواحد، يا ريت انت تذبح حاجة، يعني اذبح عجل، اذبح خروف، اذبح ارنب ووزعه على العالم. فاهم انت؟ عارف انت فيلم يعني هو بتاع محمد هنيدي، لما بيقول لك يا رب لو شفت اللي خبطني، اللي وقعني في الترعه والعجله دي باظت، انا ندرا عليا يا رب اللي انا اذبح ارنب واوزعه على القريه. حاجه ضحكتنا قوي يعني. فيعني عمر يا كمال عبد الواحد، يعني اذبح حاجه كده لله، يعني طلع. ربنا بيقول لك في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، اعتقد مش فاكر في سوره ايه، اعتقد سوره النساء، مش فاكر. مش لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فانت اعمل خير، فاهم انت؟
قول كلمه حلوه يا عم، يعني قول معروف خير من صدقه يتبعه اذى. ادعي بلسانك، الكلمه الطيبه صدقه يا عم. بس فعشان مره تقع من الحمام بصابونه وتاخد لك كام غرزه ومش عارف ايه، والمره دي العربيه تتخبط، لا في حاجه مش طبيعيه. ويعني يا جمهور يا زمالك شيلوا عينكم من لعيبه النادي الاهلي، مالكوش دعوه بلعيبه النادي الاهلي. ده وسام ابو علي اتصاب في كتفه، وفي يعني هيعملوا اشعه ونشوف. وعندك عمر كمال واحد ايه عمل حادثه وقبلها ايه وقع من على من على الصابونه يعني، واخد غرز. وربنا يستر عليك يا امام عاشور، لان انت الكلام عليك اليومين دول كتير قوي يعني. فربنا يستر عليك يا ابني من العينيان دول الاصابات يا ابني. برضو عايز اقول لك ايه تاني، ان رضا سليم برضو هيروح النمسا عشان رضا سليم اتصاب عشان يتعالج يعني. لان رضا سليم اقول لك الاصابه بتاعته بالظبط قطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبه، فاهم انت قصدي؟ فبرضه يعني اداء اصابه رضا سليم وممكن يغيب عن الملاعب. لسه هيشوفوا العمليه يعني هل هتحتاج جراحه ولا مش جراحه. ممكن يعني يجيب من 3 الى 5 شهور، انت فاهم انت قصدي؟ فبرضه يعني شوف انت ادي رضا سليم، ادي وسام ابو علي، ادي عمر كمال، فوجع دماغ كتير قوي في النادي الاهلي يعني. برضو عايز اقول لك ان النادي العين الاماراتي اخد يعني كسب جايزه جلوب سكر. ها يعني طبعا ده ظلم، لان النادي الاهلي هو اللي كان مسيطر في الموضوع. وانا من الناس اللي صوتت في جلوب سكر، انا الناس اللي صوتت والله. فهو الاهلي اللي المفروض ياخد البطوله، اللي يعني ياخد الجايزه دي، لان اساسا العين الاماراتي اخد ايه؟ الاهلي مؤهل اخر كام بطوله يعني، الاهلي بسم الله ما شاء الله قاعد مكتسح. وبعدين حتى لعبنا العين الاماراتي في الانتر كونتيننتال وكسبناهم 3-0. فانت عايز ايه يا ابني؟ في ايه يا عم الحاج؟ المفروض الاهلي ده ظلم ده انا حاسس ان عشان يعني بيقرعوا للعين الاماراتي يعني، فاهم انت؟ بس نجلة الخبراء ظلموا النادي الاهلي في جلوب سكر دي في الاستفتاء يعني. وسفيان رحيمي اخد احسن لاعب في جائزة جلوب سكر. طب ماشي، سفيان رحيمي ياخدها، هو حلو والله ولعيب كويس. برضو عايز اقول لك حاجة برضو ايه تاني. نتكلم برضو عن طبعا نادي الزمالك عمل تيشيرت جديد والهبل ده، هم مش فالحين اللي في كده من الاخر يعني. تيشيرت جديد مش عارف حاجه بتوع لقطه مش عارف ايه، ايوه ماشي يا عم اعمل تيشيرت انت ما علي ده يفتح لك متحف. زي مثلا زيزو عايزين يجددوا لزيزو مش عارفين يجددوا لزيزو، ففي الجناح هيفتح لك متحف. مشوا المدرب جوزيه جوميز يعني عشان ما معهمش بقى له 3 شهور ما قبضش، وراح يفتح لك متحف. مش عارف يقبض لك اللعيبه بتاعته اللي عنده وراح يفتح لك متحف. فاهم انت قصدي؟ فما تفهمش يعني ماشيين بالمشقلب، هم حاطين ايه يعني المخ يعني عاملينهم بالمشقلب، فاهم انت؟ يا جماعه والله العظيم انا نفسي اقول لجمهور الزمالك محدش يزعل مني واداره نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك ورب الكعبه، يا جماعه ربنا خلقنا نقعد عليها مش نفكر بيها بس. ده اخر الكلام. ليه بقى؟ انا هاجي لك بقى في التقيله بقى. قعدوا ذاتهم يعني اللي الكوره بتاعت فخر الدين بن يوسف اللي هي ضربه جزاء. وانا قلت وعزت وجلاله اللي انا قلت الكلام ده في الفيديو ورب الكعبه في فيديو من بعض فيديوهاتي على التيك توك وعلى القناه ديت على اليوتيوب، وعندي قناه تانية قديمه على اليوتيوب هسيب لك الرابط بتاعها اسفل الفيديو. قلت لك ورب الكعبه وعزه وجلاله الله الكوره دي لو في الدوري الاسباني ما محسوبه، واقسم برب الكعبه قلت كده اهو، قلت الكوره دي لو في الدوري الاسباني ريال مدريد او برشلونه ما محسوبه ما تتحسبش. قلع منها ما بتحسبش، يقول لك الالتحام طبيعي، يقول لك حاجه عاديه. هو يعني شده، هو هو زقه، لا ولا اي حاجه. ده الفكره العامه بس ايه، هو حجز بس. ففخر الدين بن يوسف راح هو اللي مدعي السقوط. وبعدين يا عم الحاج انت ركزت في الحته دي، طب ما ترجع شويه ورا شويه. انا بقى جبتها من بدايتها. تعالوا لي يا ولاد اللذينه، مش انت توجع لي دماغي. طب تعالى كده نشوف الكوره من بدايتها. وعزه وجلاله الله فاول على فخر الدين بن يوسف زائق مدافع النادي الاهلي. ارجع كده للحته دي ماشي. زائق مدافع ورب الكعبه وعزه وجلاله الله انا نزلتها على التيك توك عشان ما ينفعش انزلها على الفيسبوك عشان ما يجيليش حقوق طبع ونشر. نزلتها على التيك توك هسيب لك برضو الرابط بتاعه اسفل الفيديو. زقوا يا عم الحاج ورحت منزل حته بقى بعدها بقى طب ما انت في ماتش سيراميكا كليوباترا، في ماتش من ماتش سيراميكا كليوباترا كان قريب يعني. طب ما هو مدافع نادي الزمالك زائق
لاعب سيراميكا كليوباترا ما اتحسبتش ضربه جزاء. طب ما انت عندك حسام حسن ماشي، كان بيلعب في سموحه باين مش متذكر، مدافع نادي الزمالك شده بالتيشيرت وما اتحسبتش ضربه جزاء. انت عندك بلاوي زرقاء يا عم الحاج. فارجع شويه ورا هتلاقي فاول على فخر الدين بن يوسف، وهتلاقي اساسا الشناوي محجز عليه. ماشي، انا بعد كده قلت لك كده، قلت كده في الفيديو من فيديوهات التيك توك، قلت دي انا لو حكم هحسبها ضربه جزاء، لان انا في الدوري المصري الحاجات دي بتتحسب في الدوري المصري. لكن انا لو في الدوري الاسباني، ريال مدريد، برشلونه، اي فريق في الاسباني، اشبيليا بقى، اي حاجه من ديت، والله العظيم ورب، فالنسيه بقى، اي فريق بقى في الدوري الاسباني، انا بتابع دوري اسباني ورب الكعبه ما محسوبه، وعزه وجلاله الله ما محسوبه. بس وده اللي انا بقول لك عليه. المحلل التحكيمي لصحيفه مارك الاسبانيه الفينسو بريز قال لك الكره دي ما هياش ضربه جزاء، وزي ما قلت لك هو محجز عليه، لكن هو ولا شده من الفالينه ولا زقه ولا عمل في اي حاجه، هو محجز عليه التحام طبيعي عادي يعني. فيا جماعه قبل ما تتكلموا فكروا بيها، فكر بدماغك، ما تفكرش باللي انت بتقعد عليها. ربنا خلقنا بس نقعد عليها، ما نفكرش بيها. هرجع لك بقى ايه، هو بيقول لك يعني انا بكلمك برضه ايه على ليه، بكلمك على تيشيرت نادي الزمالك والحاجات دي كلها والهيافات دي. يعني صوروا ناس في يعني بعض يعني لعيبه هم بتيشيرت، ما تصور زيزو، ما صورتش زيزو ليه؟ زيزو ده عايز اجدد له ب 80 مليون جنيه و100 مليون جنيه، ما صورتوش ليه؟ ما تشد اللاعب ليك، ضم اللاعب ليك، خلي اللاعب اساسا يتنازل عن المبالغ ديت. فاهم انت؟ وانا عايز اقول لك اساسا بنسبه كبيره جدا 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 زيزو مش هيمضي في نادي الزمالك. يعني يعني كمان شكله هيرحل بنسبه كبيره، شكله هيرحل عن نادي الزمالك. وانا شايف، ما اعتقد النادي الاهلي ممكن يكلمه بعد كده، بس هيبقى بشروط النادي الاهلي، مش بشروط زيزو وابوه. احنا عندنا كذا كذا، عاجبك مش عاجبك بالسلامه. فاهم انت قصدي؟ وانا شايف اساسا يعني انا واحد ما اتمناش حد يجي تاني من نادي الزمالك، لان احنا شفنا كهربا وشفنا امام عاشور، تعبنا معاهم، مشاكلهم كتير، وجع دماغهم كتير، بيتربوا في النادي ده تربيه وحشه. بتلاقي لعيبه بيشربوا مخدرات ويبجحوا ويزعقوا، ولا حد بيحاسبهم ولا حد بيعاقبهم. يعني مثلا حتى المدربين يمسكوا يعني عندك مثلا، انا اكلمك مثلا جوزيه جوميز، يعني احيانا ينفع اعمل كده. انا اوضح، معلش الفيديو هيطول شويه. عندك الحكم او ما كانش الحكم المباراه، اللي هو المحاكم الرابع، حاجه زي كده يعني، عاطف حسين، لما جوزيه جوميز شد معاه وزق والحاجات دي كلها، الحكم اللي اتجازى، هل جوزيه جوميز اتجازى؟ لا. طب تعالى كده حسام البدري لما بص فما بصش من المطوشه لحكم المباراه، عامل لي كده اهو، وراح عامل لي كده اهو بفوق تحت كده، بص بفوق تحت، اخد انذار اخد انذار، اتطرد واتجازى، يعني اخد عقوبه ما اعتقد حسام البدري، عشان بس بصوا من فوق لتحت. طب ما جوزيه جوميز عامل ايه؟ طب ما انت عندك دونجا، الحكم قال له لو انت قعدت متنرفز كده هطردك، وما طردوش ولا ادوا له انذار حتى، وشدوا من الفانلة حكم. فاهم انت قصدي؟ فانا بقول لك يعني معلش يا جماعه، بس انا قطعت عشان جالي مكالمه مهمه بس، فكنت مستنيها بس، فانا ايه هكلمك تاني. فانا برضو بقول لك برضو عندك برضو ايه، عندك مثلا الحكم اللي هو، ثانيه واحده كده اجيب لك حاجه حلوه قوي، ثانيه واحده كده خليك معايا. الكابتن امير عزمي مجاهد تف على حكم او بصق، تف عليه كده اهو، على الحكم طارق مجدي في مباراه الزمالك وطلائع الجيش. هيعملوا بقى ايه؟ هتعملوا ايه؟ ده انتوا فضايحكم بقت كتير قوي قوي قوي. المفروض اساسا الكابتن امير عزمي مجاهد ده يتوقف 15 يوم، 15 مباراه، 15 مباراه وغرامه 11,000 جنيه، ولو عمل عقوبه تانية يعني ايه، العقوبه تتضاعف. فاهم انت؟ تتضاعف العقوبه، ماشي، زي الماده التانية اللي بتقول من لائحه العقوبات لرابطه الانديه. فاهم؟ فانا بقول لك يعني ده يعني نادي غريب وادارته غريبه، يا عم يعني انا هنوجع دماغنا. فيعني انا بقول لك يعني ده نادي الزمالك، ده نادي الزمالك اللي بيفكر في اللي يقول لك اللي احنا مظلومين، اللي معمول علينا بتاع مؤامره،
وهم يقول لك النادي الاهلي بياخد 100 دوري بالتحكيم والدوله معاهم، مش الدوله معاه، وهم الدوله اللي معاهم والله يا ابني، وهم التحكيم اللي بيجاملهم وبيقف معاهم. انتش فاكر محمد عادل، الحكم محمد عادل والاحتواء اللي كان بيعمله ده؟ انت في ماتش 5-3 بتاعت النادي الاهلي ورب الكعبه لو حكم تاني انا كنت اتغلبت 10-0. وحتى الحكم محمد عادل قال احنا بنحتوي نادي الزمالك. وعندك واساسا المتحدث الرسمي بتاعهم السابق قال لك احنا بندعي المسلمين عشان ناخد حقوق من غير حقوقنا. فانتوا في يعني ربنا معاكم، ربنا يهديكم. اخر حاجه يا جماعه عايز اقولها برضو يا جماعه، يعني انا شايف اللي محدش ادى يعني حق عمرو السوليه ماتش امبارح امام المصري بورسعيد. يا جماعه والله العظيم ماتش عمرو السوليه كان عامل ماتش حلو جدا يا جماعه، وانا اتكلمت ده في الفيديو بتاعي ماشي في قناتي التانيه ماشي. والله يا جماعه عمل ماتش حلو جدا. عمرو السوليه شايل 3 كور، يعني كان بيدافع. عمرو السوليه يعني كان بيساعد في الدفاع، شايل 3 كور والله يا جماعه، 3 كور خطرين. يعني لو العمليه كملت او لو ما حدش كان مع اللعيبه ديت كانت ممكن تشكل فرص كبيره خطره على الشناوي ويخش جون. فعمرو السوليه يا جماعه عمل مباراه حلوه قوي. عشان انا كنت بسمع واحد يعني مشهور جدا على اليوتيوب قال اداله قيمه ب0، قال لك تقييمه ما عملش حاجه في المباراه. لا عمل، وانا ممكن اقول لك الدقايق اللي هو عاملها في ثانيه واحده ويجيب لك بالظبط. بص يا عم الحاج، في الدقيقه 16 خطا من الشناوي، الكره اللي الشناوي اداها لعمرو السوليه بس لعيب عطاها له وحش قوي عمرو الشناوي، الحارس المرمى محمد الشناوي. اخدها اللاعب محمود حماده، اداها لدغموم للشامي، بعدها اداها للشامي بيديها للاعب محمود حماده تاني جوه ال 18. عمرو السوليه مع اللاعب محمود حماده ماشي، اخد الكره منه وينقذ الموقف وبعد كده تروح للشامي بيعمل عرضيه، بيجي يحيى عطية الله يشتتها. فلولا عمرو السوليه الكره دي كانت ممكن تبقى جول في الدقيقه 16. برضو عندك برضو اجيب لك حاجه تانيه، ثانيه واحده برضو اجيب لك حاجه تانيه. في الدقيقه 36 هجمه خطيره للمصري، محمود حماده بيديها لزميله، بيديها حلو قوي لدغموم، دغموم يعني بيعتبر هو والجون، بس عمرو السوليه بينطلق عليه. لولا عمرو السوليه يعني ضايقه خنقه، فاهم انت، ضغط عليه دغموم ده اللي هو دغموم ده يعني لعب الكوره وحش فطلعت بره، لعب الكوره وحش قوي. فعمرو السوليه يا جماعه عمل. وفي كوره ثانيه والله يا جماعه، في كوره ثانيه واحده اجيبها لك. هو معلش انا مش كاتبها قوي، بس هو يعني مثلا قبل ما يطلع عمرو السوليه، قبل ما تطلع كان برضو في فرصه، برضو دخل برضو كان اعتقد في الدقيقه 66 طلع يعني قبل ما يطلع، فبرضو برضو يعني ضايق اللي معاه الكوره فبتضيع الفرصه على المصري. فانا شايف عمرو السوليه امبارح كان عامل شغل حلو في الدفاع وفي الوسط وكل حاجه يعني. فما اخدش حقه امبارح عمرو السوليه، لكن ما كانش امبارح عاجبني خالص بصراحه يعني. عمر كمال عبد الواحد كان وحش جدا، اشرف داري كان كويس جدا جدا جدا، حسين الشحات ما كانش حلو، بيرسي تاو ما كانش حلو، وسام ابو علي كان بيعمل اللي عليه يا جماعه، ما حدش بيديله كور، ما حدش بيرفع له، ما حدش بيبصيله. حسام ده في كوره يعني، وسام ابو علي دخل على الدفاع قطعها منه اداها باين لبيرسي تاو، بيرسي تاو اداها لحسين الشحات، حسين الشحات يعني لو كانت عايزه بس لمسه كانت تبقى جون، بس بيطلع محمود جهاد حارس مرمى المصري وبيمسك الكوره قبل حسين الشحات. فاهم انت؟ انا شايف الاشرف داري يعني المباراه الثانيه على التوالي بيقدم كره حلوه. يعني ماتش شباب بلوزداد كان حلو، الماتش ده برده كان حلو. برده رامي ربيعه كان كويس ماشي. مروان عطيه كان حلو قوي قوي قوي. اكرم توفيق لما هو اللي بتسبب في الجون الاخير الثاني، لما اخذ كره من الدفاع واداها لامام عاشور من يعني خدها منطلق من نص الملعب فاداها لقفشه. على فكره يعني قفشه برده كان يعني كان امام عاشور بيقول له ارجع بس عشان لما اديلك الكوره ما تبقاش تسلل. برده قفشه مش فاهم. المهم في الاخر اداها له الحمد لله ما طلعش تسلل، وبيدخل قفشه الجون الثاني. الجون الاولاني طبعا يحيى عطية الله من فاول حلو قوي، يعني يحيى عطية الله انا قلت الكوره دي تيجي في العارضه، بس هو سبحان الله جت يعني كل مره بيشوطها بتيجي في العارضه، المره دي جت في العارضه ودخلت جون بلياردو يعني. برضو تاني، فامبارح بعض اللعيبه كانوا كويسين، في لعيبه ما كانتش كويسه زي ما قلت لك. مروان عطيه كان يعني هو اللي اخذ رجل المباراه. عندك مثلا اكرم توفيق ماشي كويس عندك بس هو يعني يحيى عطية الله كان كويس مش وحش برضو. بس انا نفسي بقى نفسي خالد عبد الفتاح لما نزل برضو كويس، يعني ما كان يعني انا لما شفت
تبديل عمر كمال عبد الواحد ونازل خالد عبد الفتاح، قلت ميت نزل اموت منه، فاهم انت؟ عيان بيضرب في ميت. بس لما نزل خالد عبد الفتاح كان عامل شغل حلو برضه لما نزل. لكن في ماتش شباب بلوزداد لما كان لعب الشوط الاولاني كان وحش جدا خالد عبد الفتاح، فعشان كده بدله وجاب اكرم توفيق مكانه وودى كان نزل امام عاشور في نص الملعب. ولما نزل امام عاشور في مباراه شباب بلوزداد غير المباراه وجبنا 5 اجوان في الشوط الثاني. المباراه الجايه ان شاء الله قدام انبي ان شاء الله نكسب ونتصدر الدوري. ده كله في الموضوع. لو انا طولت عليك ما تزعلش مني، وانا بدعوك ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله. كان معاكم انا اسمي محمد كرم شبرون من قناه شاندو الشهاد بشاندو الاهلاوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.